المنياوي المدير الفني للنادي المصري، بنحييك النهارده على تصميمك على اقامه المباراه اللي فرحت جماهير بورسعيد بعد غياب 595 بالتمام والكمال. النادي المصري عاد ليهم بعد ظلم كبير جدا تعرضت ليه اهالي بورسعيد، اليوم رسمت البسمه على وجوه جماهير النادي المصري وشعب بورسعيد عموما. عمر الشعب البورسعيدي ابدا ما هيذل، خلي بالك ان شاء الله. دايما شعب بورسعيد شعب شريف وشعب نزيه وشعب فوق كل اعتبار وله كل الاحترام من كل اهالي مصر يعني. وطبعا انا مش انا برضه خلي بالك اللي اقمت المباراه، لا نادي اداره النادي على راس الحاج ياسر يحيى هو اللي صمم، هو الدكتور شريف والاستاذ محمد خولي وباقي اعضاء المجلس. وطبعا سياده الحاكم العسكري انت شفت النهارده اللي جاي اسلم على اللعيبه، والمحافظ طبعا ليه احترامه الكامل لدعمه على طول للمصري يعني. وجماهير المصري خلي بالك هي السبب برضه ان هي تقام المباراه، لان هم تحملوا المسؤوليه وقالوا للامن احنا هنكون مسؤولين عن المباراه وكده، وان شاء الله الامور تمشي كويس والنادي المصري يرجع تاني احسن من الاول ان شاء الله. يمكن النهارده الاسلوب الحضاري اللي اتعاملت بيه جماهير بورسعيد والنادي المصري خصوصا بيأكد ان جماهير بورسعيد جماهير سلميه، جماهير بتخاف على ناديها واسم ناديها. ممكن ده تكون رساله النهارده، رساله توصل للناس كلها ان جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد عندها وعي رياضي ووعي اخلاقي. والله كل مصر عارفه جماهير بورسعيد كويس جدا، وانا اتكلمت قبل كده وقلت يمكن يعني الناس دلوقتي تبقى عرفت مين السبب في الازمه اللي حصلت او في الماتش المشؤوم ده. ولعيبه المصري اصدقاء لعيبه الاهلي جدا، وجماهير المصري ان شاء الله هيبقى في مصالحه مع جماهير الاهلي والامور ترجع كويسه ان شاء الله زي زمان. ومصر كلها محتاجه هذا التصالح وهذا الود ما بين الجماهير الرياضيه عشان ترجع الرياضه المصريه كويسه ان شاء الله. كابتن صبري المنياوي، مش قلقان على اسمك ان انت تدرب النادي المصري وتتعرض لبعض الانتقادات؟ النادي المصري اعلى من اسم صبري المنياوي واعلى من اسم اي مدرب، وانا ليا الشرف ان انا بشتغل في النادي المصري، والكلام ده طبعا غير مقبول يعني، معلش منك او من اي حد يعني. فالنادي المصري فوق رؤوسنا جميعا يعني، والنادي المصري شرف لكل مدرب وهو شرف ليا ان انا بشتغل في النادي المصري. شايفين كابتن صبري المنياوي بيتعامل بجديه وحزم مع اللاعبين خلال التدريبات، كذلك ايضا النهارده في المباراه قياده رائعه. قمت بعمل يعني فرقتين لعبوا، فرقه في الشوط الاول وفرقه في الشوط الثاني. يعني الكاريزما اللي كابتن صبري المنياوي بيعتمد عليها في النادي المصري. هو انا شخصيتي كده، انا بحب الاحترام الاول، ان انا احترم اللعيبه بتاعتي عشان يحترموني، وبعدين بحب عندي مسؤوليه في شغلي، وانا بحب شغلي جدا جدا يعني. فالحمد لله يعني هم اللعيبه عرفوا ان انا بحب شغلي وعارف وبحب المسؤوليه فهم الحمد لله واحده واحده كده ان شاء الله. انا قلت لهم على فكره، قلت لهم خلي بالكم النادي المصري بيدلع اللعيبه بتاعته، وانا السنه دي مش محتاج الدلع ده، عايزين يعني تبقى حب، انما احنا عايزين يبقى في جديه عشان في يعني صعاب كتيره جدا امام الفريق، واحنا عايزين نعمل حاجه السنه دي كويسه ان شاء الله عشان جماهير المصري وجماهير